السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم. اللي ما يعرفني أنا ميرا سرمد، هذه قناتي. أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات اللي أنزلها، وأكيد ما راح تنسوني باللايك من إيدكم الحلوة الكريمة. اليوم حضرنا سلطة بالملفوف الأحمر، احنا نسميها اللهانة بالعراق، اللهانة البنفسجية، الباقي يسموها الملفوف. فتعالوا اليوم نحضر سلطة بالملفوف الأحمر والجوز والرمان، راح تاكلوا أصابعكم وراها. المواد اللي راح احتاجها كلش بسيطة ومتوفرة الخضار. راح احتاج تقريبا كوب من اللهانة البنفسجية أو كوبين حسب انتو يعني المقدار اللي راح اسويه. راح احتاج أيضا إلى رمان مفرط، راح احتاج إلى بقدونس، أيضا الكمية تقريبا راح تكون بمساواة أو يعني ثلثين خلينا نقول عن اللهانة. راح احتاج أيضا إلى بصل أبيض حلو أو بصل أخضر. راح احتاج إلى كمية من الجوز المقطع بشكل ناعم. خلينا نبلش ونقول بسم الله. اختصارا أنا الوقت الفيديو حتى لا يصير طويل عليكم، مقطع الخضار ومجهزته هنا. هاي عندي الملفوف الأحمر أو اللهانة. راح أضيف أيضا عليها البقدونس، وباعوا كمية البقدونس تقريبا ثلثين عن اللهانة. راح أضيف أيضا الرمان، لكن راح أبقي كم حباية حتى أزين بيهم بالأخير. ضفت الجوز وراح أبدي أضيف عليها البصل الأبيض، وراح أرجع أضيف عليها عصير الليمون الحامض. تقريبا ضفت عصير ليمونه كامله لان حجمها كان وسط. راح اضيف نصف كوب من الراشي، وكميه الراشي والزبادي راح تضيفوها راح تكون حسب كميه الخضار المثرومه عندكم. ضفت مثل ما تشوفون نصف كوب من الراشي وتقريبا ملعقتين كبار من الزبادي. راح ابدي اقلبهم بهذا الشكل حتى تتشكل عندي سلطتي الجميله لهذا اليوم. هاي السلطة مو مثل بقية السلطات، ممكن أنه تخلوها بالثلاجة فد ساعة يلا تقدموها، راح يكون طعمها أطيب وأطيب وأطيب. راح أنقلها لصحن التقديم، ووراها أبدي أرش عليها حبات شوية من الرمان حتى أزينها، وبالأخير راح أقدمها وإن شاء الله تجربوها، أكيد راح تعجبكم، أنا متأكدة، وألف عافية. أي سؤال عندكم تحبون تستفسرون أو ترسلوا لي صور تجاربكم، راسلوني على الإنستغرام صندوق الوصف. دمتم في رعاية الله وحفظه.